كده اسمه ابتلاء عدم التوفيق. انك تبقى مش موفق في حياتك رغم ان انت سعيت وجريت وعملت كل اللي عليك وبذلت كل جهدك، ورغم ذلك مفيش توفيق. بتلاقي عدم توفيق في شغلك، بتلاقي عدم توفيق في اهلك، بتلاقي عدم توفيق مع اصحابك، عدم توفيق في اختيار شريك الحياة وفي الزواج وغيره كتير قوي. والحقيقة ان ده ملوش اي علاقة بان ربنا عز وجل راضي عنك او لا. ممكن تكون شخص صالح جدا وبتعمل حاجات كتير خير ومع ذلك مبتلي بعدم التوفيق. المشكلة ان انت لما تيجي تقعد مع نفسك كده وتفكر في الحاجات دي وعدم التوفيق اللي بيحصل لك، بتلاقي نفسك انهارت والشيطان يدخل لك من المدخل ده. انت ما عملتش اي حاجة عشان الحياة تظلمك بالشكل ده، وساعتها بتحبط وبتصاب بالحزن وبتترك سعي. الحقيقة الشيطان عايز يوصلك لكده بالظبط، عايز يدمرك نفسيا فتحبط وتترك السعي وتبطل تشتغل. لكن الحقيقة انت بتؤجر على تعبك ده، ومفيش حاجة ابدا راح تتغير. فحتى وانت في اكتر الاوقات محبط جدا برضه اشتغل واتعب واسعى، وخليك دايما واثق ان ربنا مش بينسى تعب حد. ربنا